الحق سبحانه وتعالى بين المراحل، ان في تراب حط عليه ميه وبقى طين والى اخره ونفخنا فيه الروح. احنا ما شهدناش الحكايه دي، انما اخبرنا بها ممن خلقنا. لكن الله رحمه بخلقه عشان العقول اللي بدها يعني تبحث وتفكر يعطي في كونه اشياء تجعل ما قاله غيبا عنك صدق مشاهد لك. شوف الرحمه بتاع الحق ازاي بقى. قال لك انتم ايها البشر حين تبنون شيئا وتحبون نقض البناء، كيف تنقضون ما بنيتم؟ انت بنيت دور بيت 10 ادوار وعايز تنقض البناء، تعمل ايه؟ شوف بقى، ما بني اخيرا يهدم اولا. يبقى الهدم يجي مناقض لمين؟ للبناء. اتفقنا على دي على الاول. انت لم تشهد كيف خلقت، ولكنك شهدت ويشهد الكل كيف يموت. الموت نقض للحياه ولا لا؟ نقض. يبقى النقض هيجي على عكس ايه؟ على عكس البناء. ربنا قال الارض تراب وبعدين نحط ميه وبعدين يبقى طين وبعدين يبقى حمأ مسنون وبعدين يبقى صلصال كالفخار الى اخره وبعدين ننفخ الايه؟ الروح. طب لما نحب ننقض الحياه نعمل ايه بقى؟ نقوم ناخد الروح الاول اللي جت الاخر دي تتاخد الاول. بعد ما تتاخد الاول ايه اللي يحصل؟ يقول لك ده الراجل خشب الصلب بقى الصلصاليه بقى، وبعد مده يومين كده بقى التصليبه دي بقت عفنه. لما عفنه اصابها الايه؟ تحللت. يبقى راحت للطين الحمأ المسنون اللي ريحته وحشه، وبعدين شويه الميه اللي فيه يطلعوا يتبخروا، والشويه التراب التانيين يروحوا للتراب. يبقى الموت دي على عكس مين؟ على عكس الحياه. يبقى صدق الله في المشهد حين بين لنا الموت فصدقنا ما قاله في الحياه. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. ما دام كل نفس ذائقة الموت تبقى دي قضية ايه؟ قضية عامة، قضية كونية. وإن كانوا أخيار يبقى بنعجل بهم إلى لقاء الله، وإن كانوا أشرار يبقى بنريح الدنيا منهم. يبقى الموت خير في كله ولا لا؟ إن كانوا أخيار نعجل لهم بجزائهم عند الله، وإن كانوا أشرار يبقى ارتحنا من شكلهم. مع السلامة. كل نفس ذائقة الموت. طب ذائقة الموت، هو الموت يذاق ازاي كده؟ الموت يذاق ازاي؟ ده معنى الذوق احساس الانسان بالالم من الموت. طب ده هو لما يموت يبقى يستحيل ان يذوق، وقبل ما يموت لسه ما هيذوق ايه؟ يبقى لا الذوق نافع قبل الموت ولا بعد ايه؟ يقول لك ايه؟ والاسى، يعني الواحد هيحزن لما يموت. الاسى بعد فرقة الروح عجز. طب ما دام الروح فرقت هتبقى تزعل على ايه؟ انت تزعل ازاي يعني بقى ما دام روحك طلعت؟ يبقى ما فيهاش زعل، دي خلاص. والاسى لا يكون قبل الفراق. يبقى اذا الاسى ملوش مطرح. الاسى ما يجيش الا بعد مين؟ الفراق. ولما تفارق مش هتقدر تزعل. هتزعل بايه؟ ده انت انتهت حياتك. كويس. امال كل نفس ذائقة الموت. ذائقة مقدمات الموت. ولذلك يجي على الانسان وقت مهما كان صحيحا يدرك انه لا محالة ميت. بلغت الروح الايه؟ الحلقوم. حتى اذا بلغت الروح الايه؟ التراقية وقيل من راق وظن انه الفراق. خلاص تيجي مسألة. يبقى ذوق الموت معناه ايه بقى؟ ان الموت يجي مقطوع به. ولذلك تلتفت اليه يبقى كويس يقول لك خلاص يا ابني المسألة مش عارف ايه. الله. يبقى اذا كل نفس ذائقة الموت اي ذائقة مقدمات الموت اللي يعرف بها انه ايه؟ سيموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلو أي نختبر. فالابتلاء هو الاختبار، مش الابتلاء مذموم.
انما تذم غايه الابتلاء. اذا ابتلي هينجح ولا يسقط بس. يبقى الابتلاء نفسه مش ايه؟ مش مذموم. انما المذموم ايه؟ ان الواحد يسقط فيه. لما نيجي نمتحن الطالب، هل الامتحان نفسه يبقى فيه شر؟ لا، اللي يسقط. انما اللي مذاكر وبده يمتحن دلوقتي وبده النتيجه تظهر وبده مش عارف ايه وبتاع، يبقى نبلوكم يعني ايه؟ نختبركم. طب وهل الله في حاجه الى ان يعلم ليختبر؟ قال لك لا، ده احنا بنختبركم عشان تبقى حجه عليكم. احنا عارفين اللي هيحصل بس عشان تبقى حجه عليكم. ازاي؟ تيجي مثلا تقول للاستاذ والله انا مش فاضيين الامتحان ده، شوف الطلاب عندك دول يعني فييهم كده وشوف مين اللي ينجح، واللي ينجح شوف مين يطلع الاول ومين الثاني ومين اللي يسقط، خلينا نخلص من الحكايه دي. يقوم يعمل كده، يدي شويه على حسب ما يرى، وشويه ينجحوا وشويه يسقطوا. يقوم اللي صوته يقول له لا، ده حكم جائر، لو امتحنتنا كنا نجحنا، انت واخدنا على اننا كنا بنلعب قدامك طول السنه مثلا، مش كده؟ لكن انا جيت اخر سنه جبت مدرس خصوصي، جه واحد غششني، جه واحد سرق لي الاسئله، تبقى انت ما ظلمتني. يقول له طيب على ايه يا سيدي؟ نمتحنك وبعدين تطلع النتيجه زي ما يبقى احنا عملناها عشان نقطع ايه؟ عشان نقطع الحجه عليه. يبقى اذا ابتلاء الله لخلقه لا ليعلم والا فهو عالم، انما ابتلاءه عشان ايه؟ يقطع الحجه وتبقى شهاده على نفسك. ما تقولش انت لو امتحنتني كنت انجح، ادي احنا امتحناك ونبلوكم. هي البلاء يجي بالشر والخير؟ قال لك ايه؟ بالاثنين. يجي لان ما دام انا هختبرك اشوفك تعرف قيمه الخير فتنصره على خلق الله ضعاف وتؤدي به حق الله شكرا كثيرا، ولا يبصرك ويطغيك. يبقى ادي ابتلاء بالخير. ونبلوكم بالايه؟ والخير فتنه. طب ونبتليه بالشر؟ اهي نشوف ابتليه بالشر كده، يشوفك ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. الله يباهي الملائكه بالطائعين ورب اطاعوك لانك انعمت عليهم بكذا وكذا 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 وكذا. يقول واسلب نعمتي عنهم ويطيعونني. ادي الابتلاء. ولذلك ايه؟ احنا بنبلوكم، نبلو من المخاطب؟ المخاطب الكل، الغني والفقير ادي واحد، المقابلات اهي، والصحيح والمريض ادي اثنين، والحاكم والمحكوم. الله، اذا كلنا فتنه لبعض. امسك متقابلات كده وشوفهم ازاي يبقوا فتنه لبعض. واحد غني، الفقير ابتلاء له والغني ابتلاء للفقير. يعني ده ابتلاء لده وده ابتلاء لده. ازاي بقى؟ قال لك واحد غني الفقير يبقى بلاء له. ليه؟ نشوف بقى، هيعطف عليه، يساعده، يديله مش عارف ايه. ان ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان. طب والغني يبقى بقى العكس ازاي بقى؟ والفقير ابتلاء للغني. قال لك الفقير لما يبص لواحد عنده نعمه كده وغني يحقد عليه، يحسده، ولا يقول ما شاء الله كان. يبقى الغني ابتلاء للفقير والفقير ابتلاء للغني. طب والغني ده الغني، والصحيح والمريض، هات المتقابلات دايما. الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض. يا ترى المريض كده اللي تعبان وعمال مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يقعد، وبعدين يشوف واحد صحيح ماشي وحفيظه كده، يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عمل فيه كده. طيب يحقد على اللي عنده صحه ده ولا ما يحقدش؟ ولا يقول يا ربنا يديني عافيتك، وربنا يا ابني ما يوريك اللي انا شايفه مثلا. وبالتالي انت جعلت صحتك في خدمه المريض ده ولا ما جعلتهاش؟ يبقى كل واحد منا فتنه لمين؟ للاخر. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. لان نتيجه الفتنه دي يا نجاح يا سقوط. فان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافاه، وان كان سقوط يبقى عايز عقوبه. مين اللي يعملها بقى؟ المرجع الى الله. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إليه ترجعون. نحن نعرف أن الوعد
أن يعد القادر على الإنفاذ بخير، والوعيد أن يوعد القادر على إنفاذ الوعيد بشر، ففيه شيء اسمه الوعد ولا يكون إلا بخير، والوعيد ولا يكون إلا بشر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن جزاء المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار كان ذلك وعدا، وحينما تكلم عن الكافرين وقال إنهم سيصلون نارا وقودها الناس والحجارة كان ذلك وعيدا. إذن فالوعد يكون بخير والوعيد يكون بشر. فحين يقول الحق إليه ترجعون خطاب يشتمل على الوعد وعلى الوعيد معا. لا تستطيع أن تقول أنه وعد فقط، ولا تستطيع أن تقول أنه وعيد فقط، ولكن يقول الخلق كلهم مرجعهم إلى الله، وهم سينقسمون إلى قسمين: قسم يتمتع بالوعيد بجنات كما تقدم، وقسم يشقى بنار كما تقدم. إذن فقول الله إليه ترجعون تطمين لمن آمن، وما دام إليه نرجع ومنه بدأنا، يبقى إذن قوسا الحياة اللي هم أولية الحياة ونهايتها ومرجعها بيد من؟ بيد الله. إذن ما دام الأمر كذلك فالعاقل يجب أن لا يخرج حركته ما بين القوسين، ما دام القوسين لله يجب عليه أن لا يخرج الحركة التي بين القوسين عن مراد الله، لأنه منه بدأ وإليه يعود. فلماذا تتمرد وسط القوسين؟ كان من الواجب عليك أن تعرف جميل البدء فتحب فتعبد، وكان من الواجب عليك أن تعرف قبح الجزاء على الكفر فترهب أن تكفر. يبقى إذن إما أن تكون بين محبة لأن الله بدأك بالإيجاد من عدم، وإما أن تكون رهبا لأنك ستعود إليه قطعا. فحين يقول الحق وإليه ترجعون يطمئننا على أنه جعل بين القوسين اللي هي الحياة والإيه والموت اللي هم في إيده. واحنا قلنا في الحلقة السابقة أنه يجب أن نتنبه إلى أن الله حينما أخفى الموت زمانا وسببا وعمرا أخفاه لم يخفه ليحجبه، وإنما أخفاه ليعلم به إعلاما واقعا. لأنه لو قال لك أن الموت يكون سبب كذا حين لا يوجد عندك السبب تبقى طامع في أنك هتحيا، عمر كذا يبقى قبل كده مطمئن. الله، إذن فإخفاء الله للموت سببا وعمرا وزمانا ومكانا دي مش إخفاء، دي غاية الإظهار، لأنه يريدك أن تترقبه في كل لحظة وبأي سبب وفي أي عمر. يبقى إعلام واسع ولا مش إعلام واسع؟ إعلام واسع. يبقى مرة يكون الإخفاء هو عين الإظهار المتجلي، لأنه لو قال له سبب أو زمان أو مكان كنا لا نستشعر الموت إلا إن جاء سببه، أو نستشعره إن جاءت نهاية العمر، أو نستشعره إن جاء زمانه، أو نستشعره إن مكانه. لكن الله يريد أن تستشعره مع سبب وغير سبب، وتستشعره كل لحظة لأنه لا زمان له، وتستشعره في كل مكان لأنه لا مكان له، وتستشعره في كل عمر لأنه لا عمر له. يبقى حين يكون كذلك يبقى خفي أم أعلن؟ أعلن منتهى الإعلان. يبقى إذن يجب أن نفهم عن الله أنه حين يريد أن يبهم شيئا لا تقول إنه أبهمه، لا، ذا أبهمه ليعلم به إعلاما شاملا، لأنه لو أعلم به على وجه لعلم في ذلك الوجه ثم خفي في كل الأوجه، ولكن الله يريد أن تستشعره في كل لحظة، ولذلك يجعله واقعا. أتظنون أن إجهاضات الحوامل
في أعمال الجنين المختلفة لم تجئ لحكم. جنين يسقط وعمره في الرحم ساعة، ويسقط وعمره ساعتان، ويسقط وعمره يوم، ويسقط وعمره أسبوع، ويسقط وعمره شهر، ويسقط وعمره أقل من مدة مدة الحمل. ولو جمعت كده باستقراء كده في أي محيط لاستطعت أن ترتب الإجهاضات لتشمل كل زمن من الأزمان إلى أن يوجد الزمن الذي تضعه فيه أمه. وحين تضع قد يوضع ثم يوضع ويموت، ويموت بعد لحظة، ويموت بعد ساعة، ويموت بعد يوم، ويموت بعد أسبوع، ويموت بعد شهر، ويموت بعد سنة، ثم يكون شابا هكذا. إذن مسألة لا ضابط لها إلا أن الله حين يريد أن يكون. يبقى معنى ذلك يجب أن الخلق يبقى مرعبب، يبقى يجب أن يكون الخلق دائما في انتظار. والذي يعصي ربه ما الذي يضمن له أن تفيض روحه وهو في معصية الله فيلقاه وهو عاص الله؟ من يضمن دي؟ إذن الحق سبحانه وتعالى حينما أخفى ذلك أراد أن يعلمها غاية غاية الإعلام، غاية الوضوح. وقلنا إن حياة يطويها الله خبرا في قوله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قصة الحياة الطويلة العريضة والأحياء على كثرتهم انطوت بدأت في آية وانتهت. حاجة مختصرة خالص. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. انتهت قصة الحياة وقصة الأحياء كلها في لحظة كلها. الحق سبحانه وتعالى حين يقول ثم إليه ترجعون يطمئن الطائع ويرهب العاصي. يعني الطائع الذي أتعب، لأن الطائع أتعب نفسه بالتزامه بمنهج الله وقيود افعل ولا تفعل، وقد يكون قد حصل له ضرر من ذلك، وقد يكون آله حصل لهم ضرر من ذلك. الرجل الضيق الدخل اللي أولاده عايشين على حلال دخله، وبعد ذلك رجل آخر في مثل عمله ولكنهم يعيشون في مستوى عال رفيع من دماء الناس. هؤلاء وسع هذا عليهم وهذا ضيق على نفسه بسبب التزامه. فلو لم يكن عنده ثقة ويقين بأنه سيرجع إلى الله ليستأنف دارا باقية بالنعيم الباقي الذي لا يزول وتكون أمامه مجسمة كده، ما كانش يصبر على شقاء نفسه وشقاء عياله. ولذلك ربنا بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فلما يقول لك إليه المرجع يعني لا يضيع عنده صاحب التزام ولن يفلت منه صاحب تحلل. يبقى صاحب الالتزام يطمئن على انه هيلاقي ربه هيديله الجزاء الحلو. والمتحلل ما يقولش انا انفلتت من الله، اخذت من الله الحياة واخذت من الله الكون ونعمت بالكون ونعمت بالحياة وتمردت على افعل ولا تفعل وفعلت ما في مرادي. نقول له انت لم تنفلت من الله فانك اليه اليه ترجع. وما دام اليه ترجع يعني يعني ربما كان لك جاه منعك من ان يضرب على يدك. انت بتعمل اشياء كتيره او تستحق ان تحاكم عليه وتضرب، لكن لك جاه سندك محدش يقدر يقرب ناحيتك، خايفين مثلا. يقول انت هتيجي في حته يكون الامر كله لله، مفيش في امر لحد تاني. اللي بيخلي اصحاب الاجرام يفلتم ان لهم جاها من احياء، لكن هناك مفيش حد له حاجه ابدا الا الرب وحده. ولذلك انا قلت لكم عظمه ذلك اليوم تتجلى في قوله لمن الملك اليوم. ادي العظمه، كأن الملك في غير اليوم لم يكن لله، لا، هو ملك لله موهوب لخلق من خلق الله، ولكن الملك في الآخرة لا يوهب لأحد أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى إذن ساعة ما نسمع وإليه ترجعون دي يوم المؤمن الذي التزم يزداد اطمئنانا على جزاء التزامه،
وحين يزداد اطمئنانا على حسن الثواب والجزاء على التزامه في الدنيا، وأن الله سيعوضه كل ما فاته بخير مما فاته وأخلد مما فاته، يقبل على العمل لأنه فاهم أنه إلى الله راجع. وهناك الآية الثانية بتقول لا ظلم اليوم، كأن كان فيه ظلم قبل كده. قال لك نعم، لأن في الدنيا كان فيه ظلم، لكن النهاردة ما فيه ظلم. يبقى إذن الظالم في الدنيا بيحمي مين؟ معنى ظالم يعني إيه؟ يعني ينقل الحق من مستحقه إلى غير مستحقه. يبقى لابد أن يكون أقوى من المستحق، وإلا كيف يقدر أن يكون ظالما؟ لازم أقوى. أم قال لا ربنا بقى ما فيش ظلم اليوم. ليه؟ لأن المسألة ليست في أحد من الأغيار، إنما المسألة في يد من لا يتغير، في يد من لا يتغير. فحين نسمع قول الله إليه ترجعون يبقى فيها وعد لمن التزم ووعيد لمن انحرف. وحين يطمئن الملتزم إلى أن جزاءه سيكون عند الله والله ما عندوش ظلم، يزداد إغراء بالعمل الطيب ويزداد إغراء بالعمل الصالح. وحين يسمع صاحب الوعيد إليه ترجعون قد لا تهزه، لأنه يمكن مش مؤمن بالحكاية دي خالص، لكن يبقى له العتب في أننا ما قلنالوش، فهو بيقولها لهم علشان ما يجيش واحد يقول ما انت ما نبهتناش ان في حاجه زي دي. يبقى هو ثم اليه ايه؟ ثم اليه ترجعون. وكلمه ترجعون وترجعون كلها دي مره ترجعون ومره ايه؟ ترجعون. ترجعون دي فيها عنف الاخذ، مش ترجعون فيها اختيار الرجوع. يبقى كأن الطائح هو اللي ايه؟ هو اللي نفسه ايه؟ يروح لليوم ده لأنه فرحان بما قدم من حصيلة خير. إنما اللي بيتقاعس بقى ده ومش عايز يروح ليه؟ نقول له لا، ده الحكاية مش انت، ده ترجع انت ترجع. فصاحب الخير الذي يشرئب ويستشرف إليه يصح دي جواه ترجع، يعني انت اللي تسعى لأنك رايح لخير. إنما التاني بقى اللي بيتعترس نقول له لا مش ترجع، لا ترجع. ترجع يعني في قوة تانية ايه؟ قوة تانية هتدفعك. ما تفتكرش انك انت ما تفتكرش. فمرة يقولها هكذا ومرة يقولها، لأن الذين ينتظرون هذا اليوم صنفان. صنف يحب أن يسعى إلى الآخرة لأنه مطمئن إلى الإيه؟ إلى الجزاء عليها، فهو بده إيه؟ وصنف لا تاني اللي أساء بده يكسكس ما يروحش. يقول لا يا أخي، هذا المسألة مش اختيار، ده أنت يوم إيه؟ يدعون إلى نار جهنم دعا. يدعون يعني إيه؟ زي أنت ما تيجي تشوف كده عسكري واحد واخده على الاسم كده وهو متقاعس كده ويقول له يبقى إذا ترجعون جاء في إيه؟ جاء في غالبية الوعيد، في غالبية الوعيد. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الحياة وعن الأحياء تكلم عن المكين، يتكلم بقى عن المكان اللي يستقبل الحياة والأحياء. يقوم يقول إيه الحق سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تعلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى معناها إيه؟ فأحياكم ثم إيه؟ تتمتعون بما خلق لكم في الأرض وسخر لكم من كل خيراتها، مش كده؟ لكن هذا الخلق لكم موقوت، لأنه هيجي إيه؟ هيجي موت، هيجي موت. يبقى إذن كلمة خلق لكم ما في الأرض جميعا دي جاية بين قوله إيه؟ بين قوله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. يبقى جاء في فترة ثم بتاع ثم إيه؟ نهم ننتفع احنا بالإيه؟ لكن ما دام هيجي ثم يميتكم يبقى يجب أن تكون ملكيتك للأشياء ومعرفتك بأن الأشياء مسخرة لك تسخير وملكية موقوتة. تسخير ستبقى لغيرك إنما مش تبقى لك أنت.
إلى أن يأتي يوم لا تبقى فيه لا لك ولا لغيرك. يبقى انتهاء المكان نفسه. فحينما خلق الأحياء وقال أنا كنتم أمواتا فأحييتكم، الحياة دي عايزة بقى إيه؟ إمداد من الإيه؟ من العدم عشان يعيشوا. يقول كده. لكن يجب أن نفهم خلق لكم ما في الأرض جميعا، أن الملكية هنا أو الاختصاصية هنا ليست دائمة، بل هي موقوتة، لأن الذي سيقطعها قوله ثم إيه؟ ثم يميتكم. فالذي يحسن استغلال الفترة التي يحياها مكلفا يبقى هو ده اللي إيه؟ اللي كسب من خلق الأرض وتسخير الأشياء، واستطاع أن يجعل الدنيا معبرا له إلى الآخرة. طب واللي عملها هي كل النعيم، نقول له هي كل النعيم خدها أنت حر، لأن احنا سخرنا لك ومش هيرجع في كلامنا. يعني ربنا مش هيرجع في كلامه أن الأشياء سخرت لك، ولكن برضو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل غير منهجي على دين الله فجعلناه هباء إيه؟ هباء منصورا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض إيه؟ جميعا. احنا قلنا إن خلق الأرض وخلق ما فيها أمر غيبي عنا، يعني أمر ما شاهدناش، زي كخلقنا نحن تماما. احنا لم نشهد كيف خلقنا، يبقى أمر غيبي ولا لا؟ أمر غيبي. يبقى حجتك في العلم به ممن؟ من الله. أيستطيع واحد ممن خلق أن يعرف كيف خلق؟ أو يستطيع واحد مما سبقه خلق الأرض وطرأ هو على الأرض؟ مش الأرض طرأت عليه. لو كانت الأرض طرأت عليه كنا نقول والله ده شاهد جات إزاي، إنما هو طرأ على الأرض. إنما الطارئ على الشيء يستطيع أن يحدد كيف وجد ذلك الشيء؟ يبقى ما حدش يعرف. يبقى إذن خبرها من مين؟ خبرها من الله، هو الذي يخبرنا. ولذلك قلنا في حلقة سابقة أن الحق سبحانه وتعالى بيقول وما كنت متخذ الإيه؟ المضلين عضدا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني ما شهدوهاش. يبقى إذن ما لهمش إنهم إيه؟ يتكلمون فيها، إنما أنا اللي أتكلم وأقول كيف خلقت السماوات والأرض وكيف خلقتم، ولا مصدر لعلمكم أيها البشر بهاتين القضيتين إلا عن طريقي. ليه؟ لأنني أنتم لم تشهدوا، وما دام ما تشهدوش تبقوا ما عرفتوش. وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني ساعدوني وانا بخلق علشان اقول ده قالوا لكم من وراي، ما حدش كان ويا انا خلقته ايه؟ وحدي، فعلم ذلك عندي وحدي، فخذوا مني ما اقوله لكم ولا تعتبروا ذلك من نشاطات العقل الطموحية، لأن نشاطات العقل الطموحية يجب أن تكون في مفيد، يجب أن تكون في مفيد. إلا بالله لو عرفنا كيف خلق الإنسان أو كيف خلقت السماوات والأرض ما الذي يزيد علينا في تكوين الحياة؟ وهب أننا لم نعلم أو علمنا، أهذا يجعل الأشياء تسخر لنا إن علمنا كيف خلقت، ولا هي مسخرة لنا علمنا كيف خلقت أو لم نعلم كيف خلقت؟ لأن الاستفادة من الشيء لا تعني معرفة الشيء. وأنا ضربت مثل بالريفي أو البدوي اللي بيستعمل الكهرباء، بنوديله فبيفتح المفتاح تطلع الكهرباء بدون ما يعرف دي إيه ودي إيه. هل عدم معرفته بها منعه من أن ينتفع بها؟ إذن فذلك علم لا ينفع وجهل لا يضر. يبقى الذين يشتغلون بهذه المسألة بهوس الطموح الفكري نقول له لا، ودي فكرك في شيء يجدي، ودي طموحك في شيء ينفع. أما في شيء يستوي فيه علمك به وعدم علمك به يبقى شغلت العقل بدون إيه؟ بدون طائل. وكان يكفي أن تستقبل عن الله ما قاله لك ثم تستأنف البحث فيما خلق الله، لا كيف خلق الله ما خلق إيه؟ ما خلق. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى قال ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه؟ وكلمة أنا قلت لكم يجب أن تفطنوا إلى كلمة وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى مضل يعني إيه؟ المضل هو الذي يلويك عن الحق،
مش كده؟ بيضللك. اكن ربنا اخبر غيبا ان فيه ناس هيجوا ايه؟ يضللون. اقول لك ده الانسان كان قرد، ده السماء والارض، السماء كانت الشمس واتفتقت وما اتفتقتش، والكلام الايه؟ والكلام الفاضل اللي هم ايه قالوه. فقال ده علم لا ينفع وجهل لا يضر، لانه لو كان علمكم بكيفيه خلقكم وكيفيه خلق الارض سيترتب عليه شيء في اسعاد حياتكم كان ما فيش مانع يا سيدي. لكن اصل دي مساله مش هيترتب عليها شيء في اسعاد حياتكم، لان الاشياء مخلوقه لكم ومسخره والى اخره، علمتم او لم تعلموا. الذي خلق ايه؟ لكم ما في الارض ايه؟ جميعا. طبعا خد ما في الارض لانها التي تقلنا، وطبعا عرفنا انه خلق السماء وعملها بناء، وقلنا جعل لكم الارض ايه؟ فراشا والسماء ايه؟ بناء. ويمتن مره بالارض والسماء وما ايه؟ وما بينهم، ويمتن مره بالسماء والارض وما بين السماء والارض وما تحت الايه؟ وما تحت الثرى. اذا كل شيء في الوجود مخلوق لمن؟ للانسان. والواقع هذا ولا غير الواقع؟ اروني شيئا من كون الله تأبى على خدمه الانسان. فيش حاجه تأبت على خدمه الانسان ابدا، بل هي مذلله طائعه مسخره. وقلت لكم وللمؤمن وللايه؟ وللمؤمن وللايه؟ وللكافر، الاثنين. لأن الحق سبحانه وتعالى يقول إنني سخرت لكم، ومعنى التسخير التذليل. لكننا نشهد في بعض المظاهر الكون شيء يتمرد علينا، يتمرد على القاطن. يجي مثلا زلزال، تروح مكان الزلزال مطبق لك الدنيا. ومعنى التسخير إنه متطامن كده خاضع وما حصلش ليه في دي. طب وبركان يطلع كده يروح قاذف الحمم وعامل له مش عارف ايه، طوفان يجي ويغرق الدنيا، سيل مش عارف ايه. قال لك لان الله لو جعل الامر رتيبا بحيث تكون كل شيء مسخر ويطمئن الانسان اليه لاستغلى الانسان واستغنى. يقوم لازم يلفتوا في بعض الاحايين كده الى ان وراء الاسباب والمسببات والتسخير أشياء أنا أهز بها ضمائر الغافلين. أهز بها ضمائر الغافلين. اللي يقول لك يا سلام ده عمل مقاييس عشان تشوف ذبذبة الأرض وإذا كان في حاجة مش عارف إيه زلزال هيحدث. يقول له طيب يا أخويا بتفاجئكم هي وتروح دخاكم وعمل المسألة. تبقى إذن المسألة الحق وإن كان خلق الكون بقوانينه ونواميسه، إلا أنني كما قلت لم تخرج القوانين والنواميس عن طلاقة قدرته. يقول لقوانين التسخير ابطلي، فتتمرد الأرض عليك ببركان، يتمرد الماء عليك بإيه؟ يتمرد الريح عليك بعاصفة. الله 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 الله، إيه الحكاية دي؟ قال لك علشان ما تعرفش إنك أنت بشطارتك عملتها، أنا لو لم أذللها ما كانتش تذلل لك. ولذلك قال فذللناها لهم فهم لها ايه؟ قلت لكم قصه الجمل والتعبان. الجمل يعيل كده يشده ويجرجره وينخخه ويحمله ويقومه، وحته التعبان يقوم الدنيا كلها دي لان الله ذلله وده ما ذللوش. اذا فقد ترك الله شراسه بعض الحيوانات وان كانت صغيره عشان يثبت ايه؟ قدرته على انه هو اللي ذلل، مش انت اللي ذللت، مش انت الا ذللت. وبعد ذلك يعطينا مثلا، يجي مثلا يقول لك ده احنا بعلم القرد ياكل ازاي ويحيي ازاي ويعمل عجين مش عارف الايه والعجوزه مش الكلام اللي بيقوله ده. يقول له انت بتعلمه طيب يا سيدي طب لما انت علمته احتاج الى معلم ولا مش احتاج الى معلم؟ طب هو يقدر القرد بقى يقعد ولاده كده ويعلمهم اللي علمته له؟ ما يبقى مش قابل للعلم. انما قابل للارغام الحركي، تقعد تضرب فيه عشان يعمل حركه، هو يعملها بس انما ما يقدرش ينقلها ابدا. هب انهم قدروا يخلوه يكتب، لا الشطاره بقى تخليه القرد ده يفتح مدرسه ويجيب القرود اللي زيه ويعلمه. ما تنفعش. يبقى اجناس وكل جنس له ايه؟ له قوانينه وله ايه؟ وله استعداده. يبقى الحق سبحانه وتعالى يجي يعمل طلاقه للقدره، فيجي لاي ناموس يروح ايه؟ يروح يقول ان كنت شطار بقى. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا تقرا النشره الجويه ويحصل مطر في الحته الفلانيه وريح مش عارف ايه وبعدين تيجي نهارها تنتظر ما تلاقيش.
هم قدروها على امور عندهم، وقعد يقول لك والريح وترتفع وسرعتها قد كده وبعدين توطى وبعدين يجي مش عارف، فالريح هيطلع في المنطقه البارده ياخد السحاب يقوم ينزل مطر، يمكن حريقه تحصل تروح مغيره نظام الضغط ده كله. مش داخله في علمهم بقى، مش داخله في علمهم. ليه؟ لان لو كل المسائل مشيت كده زي ما احنا بنقول كانت في رتابه، يقوم نقول ده القوانين هي الحاكمه زي الفلاسفه ما قالوا. القوانين هي اللي ايه؟ هي اللي حاكمه زي الفلاسفه ايه؟ ما قالوا. لا، بقول ليه؟ اللي خلق القوانين فوق القوانين. اللي خلق القوانين فوق القوانين. ولذلك احنا بقول لك يقول الحيوانات، لما انا ما اعملكوش الحيوانات عندها ادراك عنكم. ثبت ان البلاد اللي بيحصل فيها زلازل وبراكين اول شيء يتنبه ليه قبلها بمده الحيوانات، وتروح طالعه من المكان ده وجري، وبعدين والانسان بعقله هو اللي يتنيل فيه. فكأن برضه ده من ضمن الايه؟ من اللفت من الحق للخلق الى قدرته، ولانه قيوم، ولان ما فيش حاجه خرجت من ايده، هو اخرجها ولكنها لا تخرج من يده. اخرجها قوانين ولكنها لا تخرج ايه؟ لا تخرج من يده. خلق لكم ما في الارض ايه؟ جميعا. كلمه جميع دي بقى ايه؟ تاخدها بقى كلمه اسمها يسموها الكلمه المستوعبه، بتستوعب ايه؟ كل الايه؟ كل الاجناس. يقول لك طيب يا اخي ما هي في عناصر كيماويه بتتوجد، يعني تتوجد معمليه مش موجوده في الطبيعه. تقول له طيب ما هي عملتها منين؟ برضه من العناصر بتاعت الطبيعه. عملتها من ايه؟ من عناصر الطبيعه. يبقى انت برضه خدتها منين؟ انما الشطاره انك انت زي اللي كان يقول ايه؟ يقول ربكم بيقول انتوا تزرعوا ولا احنا اللي بنزرع؟ ما احنا اللي بنزرع. طب يا اخي لا ما تقولش بقى، ما تاخدش بذره ربنا اللي هو خالقها وتحطها في ارض ربنا اللي هو خالقها، وتسقيها بميه ربنا اللي هو خالقها، وبعدين تقول انا عملت. لا، انت تجيب لك بقى بذره من حته تانية بقى. ما تقدرش. ولذلك ربنا اذ انصف خلقه فقال انتوا بتحرطوا بس. بس افرايتم ما ايه؟ ما تحرثون. انت بتحرث بس كده وتنمل. وده حق ولا لا؟ يبقى انصفنا ولا ما انصفناش؟ أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ سواء كنتم انتم حرستم واحنا زرعنا برضه هخليه يبقى كويس كده وبعدين اجعله حطام. علشان ايه؟ علشان لا يعيش فاعل السبب على ما ينتظره من ثمرة السبب، ولكن يظل الله خالق السبب في باله. بعد ما بقى ثمر كده وكويس يجي له ايه؟ آفة كده تروح مطيراه. ولما تجي له آفة وتروح مطيراه يقول يا رب بقى ما فيش، يقوم يجي له من حتة تانية ما عملش حسابه فيه. ادي من حيث لا ايه؟ من حيث لا ايه؟ لا يحتسب. ليه بيعمل كده في الاسباب اللي تعبنا فيها؟ وبعدين يجي مثلا طوفان يغرقها ولا حاجه تحرقها ولا بتاع ينزل عليها، يقول لك حتى لا يعيش فاعل السبب خلاص بالايمان بالسبب، ولكن يعيش فاعل السبب ايه؟ بابقاء المسبب للسبب. ولذلك شوف كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه ايه؟ ان استغنى بالاسباب. طيب خلق لكم ما في الارض جميعا. ساعة نقرأ هذه الآية وساعة نزلت هذه الآية على رسول الله وعلى صحابته كان هناك خلق، فتبقى الآية صادقة على ما في الأرض جميعا. طب والحاجات اللي هتجد التلفزيونات بقى والحاجات اللي جدت دي ما كانتش موجودة يوم الآية ما نزلت. نقول له أهو المخاطب بالقرآن من لدن علمنا به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. يبقى برضه هو اللي خلقه، لأن خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء. خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء. ولذلك سمينا هناك شيء موجود بالقوة وشيء موجود بالفعل. النواة موجودة، النواة بالإيه؟ بالفعل اهي، لكنها نخلة بالقوة. يعني ممكن إنك لما تزرع تبقى نخلة، فساعة لما تيجي النخلة دي ما تقولش ده ما كانتش في الأرض يوم أن قال الله خلق لكم ما في الأرض جميعا.
نقول له لا يا اخويا ده كانت موجوده بالايه؟ بالقوه، كانت موجوده. والنوايا اللي اتوجدت دي ما اتوجدتش الا من بلحه معموله السنه الجايه السنه دي. تقوم تقول له ما هي بقى اخذ عناصرها من تربه، والتربه من تربه، والتربه من تربه، والتربه من تربه. اذا فكل شيء مخلوق من شيء كان مطمورا في ذلك الشيء ساعه خلق. يبقى خلق لكم ما في الارض جميعا وان كان سيجد ايجاده لكم. يبقى خلق للتلفزيون، مش كده؟ خلق للراديو، خلق للصاروخ، خلق للطياره، خلق للنفس. ليه؟ لان الشيء الماخوذ من مقدمات موجوده يبقى كان موجودا في طي المقدمات. موجود في طي ايه؟ في طي هذه المقدمات. ما تقولش انك انت ايه؟ انك انت جبته. ولذلك قلنا ان الشيء الذي يكون غائبا ثم تستنتجه من مقدمات علميه نقول لك مش غيب ده، لان ما دام تجيب المقدمات تي 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 اللي بيحل لي تمرين الهندسه وهو المطلوب دي اقول ده جه بغيب؟ لا، ده المعطيات في النظريه بتديني، بدليل نقول بما ان كذا يحصل كذا، بما ان كذا. يبقى الموجود بالقوه كالموجود بالفعل. يبقى خلق لكم ما في الارض جميعا وان جد حدوثه الان، وان كان سيجد حدوثه بعد الان، لانه لا حادث الا من حادث، والحادث من حادث، والحادث من حادث الى ان توجد اصل الخلق لكل العناصر التي تكونت من الاشياء. اذا فالظاهر في الاشياء تركيب عناصر لا ايجاد عناصر. الله. تركيب عناصر لا ايجاد ايه؟ لا ايجاد عناصر. خلق لكم ما في الارض ايه؟ لا، خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. هنا الحق سبحانه وتعالى يجب أن نفهم كل شيء تعلق به في نطاق ليس كمثله شيء. فإن قيل إن الله استوى على العرش، ما تخش استوى على العرش دي زي انت ما تستوي على كرسي. ليه؟ لأن في قضية بتحكمنا وهي ليس كمثله شيء. الله حي وأنت حي، أحياتك كحياته؟ لا. طب ويعلم وأنت تعلم؟ علمك. ويقدر وأنت تقدر؟ إذا لما تيجي في استوى دي اشمعنى عايز تفهم استوى الله زي استويت أنت؟ الله. يبقى حيث أثبتت له وجودا ولك وجود خلاص، ولكن وجوده ذاتي، ووجودي ووجودك غير ذاتي، يعني بالغير. يبقى وجودي غير وجوده، وإن اتصفنا بالإيه؟ بالوجود. حياتي غير حياته، علمي هو يعلم الآن أننا في المكان الفلاني وبنسجل وبنقول كذا، وأنت تعلمها أيضا، مش كده؟ ما الفرق بين علمه وعلمك؟ أنه يعلم المكان بكل ذراته والمكين بكل ذراته وانطواءاته، وأنت تعرف شكلية المكان وشكلية المكين. مفهوم ولا لا؟ يعني أنت قاعد دلوقتي بتسمع وما عرفش عقلك فيه إيه. ويعلمها قبل أن تقع وأنت علمتها بعد أن وقعت. يبقى إذن علمه ليس كعلمك ووجوده ليس. فإن قيل له يد إياك أن تقول إنها إيد زي إيدي بقى. إشمعنى إيدك زي إيده بقى؟ طب ده أنت قلت وجوده ليس كوجودك وعلمه ليس كعلمك، تبقى لازم له إيد بس غير إيدي. إذن يفهم كل شيء ينسب لله مما ينسب إلى البشر في إطار قوله ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. نيجي مثلا نقول والتنظير ولله المثل الأعلى تنظير تقريب دائما. يجي مثلا نقول ايه الولد اللي في القريه ويجي يتجوز يقول انا عايز بقى، ما بيقولش انا عايز طبعا صالون ومش عارف وايه وايه وايه، هو مش عايز الا اوضه النوم بتاعته، ادي الجهاز. يبقى جهاز الولد الفقير اللي في القريه غير جهاز التاني الولد ابن العمده، مش كده؟ غير جهاز ابن المدير، غير جهاز ابن المحافظ، مش كده؟ غير جهاز الرئيس الكبير مثلا. الله، اذا كل واحد له جهاز عرس ولا لا؟ اشمعنى؟ هل فيه جهاز كجهاز؟
طيب هيتغدى رئيس الجمهوريه، وبعدين هيتغدى نائب رئيس الجمهوريه، ويتغدى رئيس الوزراء، ويتغدى الوزير، ويتغدى الشعراوي، ويتغدى الفلان الفلاني. هو هيتغدى وانا هتغدى وده، انما غداه زي غداه. اذا كان في البشر اللفظ الواحد يطلق اطلاقا مشتركا بين عده اشياء تختلف في المصدق، واللفظ واحد. فاذا كنا بقى هنرتقي شويه في المساله، نقول صحيح بقى يبقى اللفظ يوجد في الله ويوجد ايه فيه، ولكن الفارق بيني وبين اللفظ هنا واللفظ هنا كالفارق بيني وبين الله. يبقى لما يقول استوى بقى ما تاخدوش على انه ايه استوى يعني ايه قال. لما يقول له وجه ما تقولش ده له وجه كده، ما له يدين مش يضع الجبار قدمه في النار. قل على انها ليست ايه، ليست كمثلنا. ليه؟ لان له صفات انا احكم بانها ليست، صفاتي مش زي صفاته وصفاته مش زي صفاته. يبقى حين يقال استوى، شوف المعاني اللغويه بتاعت استوى ايه. استوى لهم مقالات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه منه، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لها معاني عده في اللغه، تاخدها على معنى ايه. ثم استوى الى السماء، يعني بعدما خلق الارض استوى الى السماء فسواهن. يبقى قصد لخلق السماء، يبقى بعد ان خلق الارض قصد الى خلق الايه، الى خلق الايه، الى خلق السماء. لان الارض تقل والسماء تظل، وما يقلك تثبت به، وما يظلك تحتمي به، والثبوت قبل الاحتمال. مفهوم الكلام؟ والثبوت الارض ايه تقل والسماء تظل. اللي يقلني دي بيحتملني مش كده، انما اللي بيظلني بيحميني. اللي يحتملني قبل من اللي يحميني، مساله طبيعيه. يبقى استوى الى السماء قصد الى خلق الايه، الى السماء. هنا بقى بعض الناس اللي عايزين يعملوا اشكالات في القران يقوم مثلا ما يلتفتش الى ان المتكلم الحق، وما دام المتكلم الحق وطرح كلامه كده في سوق البلغاء وفي سوق الناس وحافظه، شوف الدقه، وحافظه. ومين اللي حافظه؟ مش انت اللي حافظه. لو كنت انت اللي حافظه كان يبقى حجه عليه يعني. قال لك ده اللي حافظه عشان يبقى حجه عليه، ولا يحفظ الانسان حجه عليه الا ان كانت في صالحه. مش كده ولا ايه؟ ما دام هو اللي حافظه، يبقى لو انت اللي حافظه كنت اكنك انت اتلقفت من الله كده وقلت انا هحفظ القران ده اهو عشان اشوف الكون هيجي على وفق القران ولا ما يجيش. انما اقول لك استطن، ده اللي حافظه. وما دام اللي حافظه يبقى انا مطمئن الى ان الوجود الذي ياتي كله مش هيتضارب معاه، لانه لو كان الوجود اللي هيجي يتضارب معاه ما كنتش انا حفظته، كنت خليته كده داري. شوف العظمه بقى. يبقى لو كنت انت تحفظه تبقى مش حجه، تبقى انت مش حجه، انما ده هو اللي حافظه. وانت تحتفظ بكمبياله الا اذا كانت لصالحك. قال انا حفظته. معنى حفظته يعني ايه؟ يعني هخليه كده الى ان تقوم الساعه. ليه؟ يبقى واثق ان ما ياتي به كتاب الكون لا يتعارض مع كتاب القران ابدا ابدا. والا لو كان كده ما كانش هو اللي حفظه، كان خلى يمكن حاجه تتنسي كده، حاجه تتنسي كده، حاجه تتنسي، انما حافظه. وده دليل على انه متمكن من ان ما ياتي في الكون من خلق الله، والقران كلام الله. مش ممكن تتناقض صفه الخلق مع صفه الكلام ابدا. ابدا. صفه الخلق للكون ما تتناقضش مع صفه ايه، مع صفه الكلام ابدا. لو كان اللي خلق واحد واللي تكلم واحد كنا نقول من الممكن. انما خد بالك من دي، أن ساعة ما تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انظر ما في عظمة هذا الكلام. من واحد سطحي كله حافظ لنا عشان يبقى حجة علينا، صحيح، لا ده حافظ لنا ويبقى حجة له كمان. ليه؟ لأنه لو لم يكن واثقا تمام الثقة بأن ما يأتي في الكون مما لم يكن موجودا سيأتي على وفق ما قاله لما حفظه. إنما حفظه لأنه إيه؟ لأنه واثق ومتيقن، كما يتيقن لنفسه القدرة حين خلق أول مقدور له. ساعة ما خلق أول حاجة بصفة القدرة، قبل ما يخلقها كده يقول لها كوني، مش متيقن إنه قادر؟ طب بالله ولا يبقاش متمكن؟ يبقى إذن هو متيقن بصفات كماله عند أول مقدور لصفات الكمال، فمتيقن من علمه
متيقن من قدرته. ولذلك أنا قلت لكم زمان ده هو نفسه قبل ما يشهد الملائكة بأنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو، لأنه هو إله لا إله إلا هو قبل أن يخلق الملائكة. مش كده ولا لا؟ خلاص كده. ولذلك كمان يقول لك إيه من أسمائه سبحانه المؤمن. طب أنت مؤمن بالله وهو مؤمن بماذا؟ مؤمن بذاته بأنه لا إله إلا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عنه وأن يجمعنا بكم في لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.